كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، يلا نحكي. مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم أنا بدي أحكي لكم قصة من كتاب اسمه ألف ليلة وليلة. حدا سمع ألف ليلة وليلة؟ تعرفوه؟ أنا بالتلفزيون. شاطرين. بس ما حدا بيعرف ليش هذا الكتاب صار. أول إشي الكتاب فيه يعني ألف ليلة وليلة 1000 يوم، بس فيه حوالي 600-700 قصة. الكتاب نفسه في كتير 600 قصة. كيف صار في 600 قصة؟ أنا هسه بدي أحكي لكم كيف صار 600 قصة. هذا كان في زمان بلاد اسمها بلاد ساسان. ساسان هاي يعني وين العراق وإيران، هيك بالنص هناك مع بعض كانوا هناك. وكان في ملك، وهذا الملك عنده ولدين، واحد اسمه شهريار وواحد اسمه شهزمان. لما مات الملك قبل ما يموت قسم البلد نصين، أعطى نص لشهريار ونص لشهزمان. هذا صار ملك هون وهذا صار ملك هون، صاروا ملكين اخوات. بعد هيك فترة بنقول 15 سنة، شهزمان الصغير اشتاق لأخوه الكبير شهريار، قال بدي أروح أزوره. فحضر هدية وحضر كل إشي، قال بدي أروح أزوره. بس طلع من البيت، يعني مشي هيك حوالي مسافة يوم، انه كانوا يمشوا، ما كان في سيارات، كانوا يمشوا كتير، يعني بده شهر حوالي لا يوصل لعند اخوه. فتذكر الهدية، مش حضر له هدية، نسيها بالبيت، نسي. رجع على البيت ولا لا مرته بتخونه، انجن وهيك وتعصبن وكذا. اخذ الهدية وراح لوين؟ لعند اخوه، بس راح لعنده زعلان. بس وصل لعنده عند شهريار زعلان. اخوه بتطلع عليك زعلان، قال لك عشان مسافر صار له شهر ماشي وهيك على الصوني وعلى الكذا، كأنه من السفر. ما فهمش ليش، قال يلا معلش نتركه يوم يومين بعود بصير منيح. المهم بعد يوم يومين ولا اخوه بقول له تعال معي نروح نتصيد. الملوك كانوا يحبوا يتصيدوا ويطلعوا على الحصونة معني كلاب، بتعرفوا كيف هاي. قال له تعال نروح نصيد، قال له لا بديش. بعده زعلان، تركه وراح. لما راح شهزمان الصغير قاعد هيك بتفتى بالقصر، ولا شاف مرت اخوه اللي هي مرت الملك كمان نفس الشيء زي مرته. راح الزعل، قال مش مرتي لحالي معناها كمان هذا. راح الزعل. رجع هذاك من الصيد شاف اخوه مش زعلان، قال له ايه شو يا بطلت زعلان؟ قال له اسمع، بقول لك انا ليش كنت زعلان، اما ليش بطلت مش رح اقول لك. حكى له قصه مراته وهيك اشياء. قال له هسه بدك تقول لي ليش بطلت زعلان. فبالاخر انجبر يحكي له قصه مرته لمين؟ لشهريار. شهريار زعل وصار يقتل بالنسوان ويقتل بكل الهادي، وقال له لاخوه تعالوا نروح نشوف نمشي بالبلد اذا في هيك زينا ولا بس احنا. مشيوا تعبوا هيك جنب بحر في شجره هيك، قعدوا يرتاحوا. ما هو قاعد يرتاح ولا طلع من البحر مارد كبير وعلى ظهره هيك صندوق هيك دغري. وين هربوا؟ دغري طلعوا على الشجره، وقفوا على الشجره فوق وتخبوا تنين. ولا اجى هذاك المارد تاع مع الصندوق هيك، نزل الصندوق فتحه ولا طلع فيه وحده شو حلوه هيك، طلعت وقعدت. هو قعد ونام، صار يجخر هو عم بيجخر هيك، والمرأة قاعدة طلعت فوق الشجرة شافتهن الملكين. تقول لي تعالوا. نزلوا. هسه انتم بتعرفوش مين انا هذا العفريت الجن هذا خطفني وسكنني بالبحر تحت، وكل يوم بطلعني بشم الهواء وبرجع. شو بدك مني هنا؟ قال انتوا لازم انا اخونه لهذا المارد. لا هاتوا الخاتم تبعكم. فتحت علبي ولا شو هيك مليانه خواتم
اذا بتخنوش ما اسا بفيقه بخليه يقتلكم. ولا هن فليخه، اركض 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 اركض، ركض وهربوا. قالوا يي مش بس احنا لحالنا، في كمان غيرنا. شهريار قرر انه البنات مش مناح. قال بعقله كل يوم بدي اتجوز وحده، والصبحيات بالسيف واقتلها. وهيك صار كل يوم يتجوز وحده يقتلها تاني يوم الصبح، كل يوم يتجوز وحده يقتلها تاني من الصبح. بطل في بنات، هربوا البنات، هربوا الناس، هربوا العائلات. يوم من الايامات بنادي على الوزير تبعه الكبير، قال له اسمع، اليوم بدك تجيب لي بنت اتجوزها. قال له يا سيدي الملك فيش بقى. قال له بعرفش، بدك تجيب لي بنت، واذا لا بدي اقطع راسك. روح على البيت الوزير زعلان، مش عارف ايش بده يعمل، منين يجيب له بنت؟ عنده بنتين، وحده اسمها، مين بيعرف اسمها؟ شهرزاد، واسمها دنيا زاد. الصغيرة دنيا زاد والكبيرة اسمها شهرزاد. شهرزاد هاي متعلمة، عندها هيك مكتبة زي هاي المكتبة مليانة كتب. قرأت كتب كتير كتير كتير، حافظة قصص الملوك، حافظة قصص التاريخ كله. شو بتعرف؟ بتفهم وشاطرة ومتعلمة. والصغيرة نفس الشيء، بس الصغيرة بعدها صغيرة اسمها دنيا زاد. اجت لعند ابوها بتقول له مالك زعلان؟ قال له الملك بده عروس ومش عارف منين اجيب له. قالت له اسمع يابا، خدني انا خليني اتجوزه وشوف كيف راح اخليه يبطل يقتل البنات. قالت بس بقتل هذا بتعرفي؟ قالت له خدني، مش انت بتعرفني انه انا بفهم؟ قال له اخذها. قالت لاختها اسمعي دنيا، اسمها دنيا زاد، اسمعي دنيا، اليوم بالليل بطلب انك تيجي تزوريني، وبس تزوريني نقعد انا وياك والملك هذا شهريار، بتقولي احكي قصه والباقي علي. قالت طيب. راح تجوزوا كل اشي بالليل قاعدين هيك. قالت له يا ملك، هو عارف انه هاي بنت الوزير، يعني بطلب منك طلب، مش انت بكره بدك تموتني الصبح؟ قال له بدي اموتك. قلت له طب اطلب منك طلب عشان اخر يوم بحياتي. قال له ايش بدك؟ قلت له بدي اختي تزورني يعني هيك اودعها. قال له طيب. نادوا على اختها، جابوا دنيا زاد، جاهزه دنيا زاد. اجت قعدت وهن قاعدين، حبيبتي شهريار اختي احكي لنا قصه عشان نتسلى، ما احنا قاعدين هيك وزهقانين. قالت له اذا الملك بيسمح. قال له قصه؟ انا عارف، احكي قصه. شو عملت؟ بلشت تحكي قصه حلوه حلوه حلوه، وبنص القصه هيك عندي صارت الدنيا الصبح. قالت له تعبانه خلص بطلت اقدر اكمل بدي انام. ونامت. قال لها كملي، ايش صار بالقصه ايش؟ قالت له لا خلص نعسانه بدي انام، ونامت. الصبحيات فسفح السيف هيك. قلت له لا كده، قلت له والقصه بعدها مش خالصه، خليها كمان يوم. رجع السيف ثاني يوم، يلا كمل القصه. كملت القصه، بنص خلصت القصه بلشت بقصه ثاني، عند الصبح صارت العزاني بدي انام، ونامت. قال كمل. الصبح ثاني يوم بدي اقطع قصه، بس القصه مش خالصه، ايش بدي اعمل؟ وصارت تعمل معه هيك كل ليله، ليله بعد ليله، ليله بعد ليله، 1000 ليله وليله، يعني حوالي 3 سنين. 3 سنين وهي تحكي له قصص. نسي انه كان يقتل البنات، وبطل يقتل البنات، والبنات رجعوا كلهم والنسوان. وكيف كله هذا؟ لأن كانت هي متعلمة وحافظة قصص وعارفة كتير أشياء. هي نجت حالها ونجت كل البنات. ومن يومتها صاروا يعرفوا إنه البنات بيفهموا، مش حي الله. اليوم بدي أحكي لكم قصة من القصص اللي حكت لجوزها شهريار. جاهزين؟ استراحة شوي هسه، خلص. يلا
استراحة. يا تعبت. وش